في أطفال كتير بيتأخروا في الكلام وبيتحسنوا، وفي أطفال التأخر عندهم بيكون جرس إنذار محتاج تدخل بدري. النهاردة هنعرف إشارات الخطر الحقيقية في تطور الكلام، وإمتى نطمن وإمتى نقول لأ لازم نتحرك. قبل ما نبدأ في قاعدة مهمة: مش كل طفل متأخر في الكلام عنده مشكلة، ولكن كل مشكلة لغوية ليها إشارات لو اتفهمت بدري هتوفر على الطفل والأم سنين من التعب. إشارات الخطر من الولادة ل6 شهور: مفيش تفاعل مع الصوت، مفيش ابتسامة اجتماعية، مفيش مناغاة، الطفل هادي زيادة عن اللزوم. هنا بنفكر في السمع أو التفاعل العصبي. من 6 شهور ل9 شهور: إشارات الخطر هنا لما يبقى مش بيقلد أصوات، مش بيتفاعل مع اللعب، مش بينتبه لاسمه، مفيش تواصل بصري. دي مرحلة أساسية قبل الكلام. من 9 شهور لسنة: إشارات الخطر لما يبقى مش بيقلد كلمات، مش بيشاور، مش فاهم معنى لأ. من سنة لسنة ونص نقلق لو مش بيقلد كلمات، مش بيقول ولا كلمة، مش بينفذ أوامر بسيطة، إنه يكون بيعتمد على الصويت بس. الفهم في المرحلة دي أهم من عدد الكلمات. من سنة ونص لسنتين في علامات تستدعي إن احنا نعمل تقييم: إنه يكون بيقول أقل من 10 كلمات، إنه يكون ما بيربطش بين كلمتين، إنه يكون عنده نوبات غضب شديدة، إنه يكون عنده صعوبة في الطلب أو التعبير. العصبية هنا غالبا بتبقى بسبب إنه مش عارف يعبر بالكلام. في إشارات خطر في أي عمر، زي إنه يفقد كلمات كان بيقولها، إنه يكون مش بيتواصل بصريا، إنه يكون مش بيعرف يقلد، مش بيشاور، حصل له انعزال، إنه يكون بيكرر كلمات من غير معنى. أي فقد مهارة لازم تقييم فورا. دور الأم مهم جدا لما تلاحظ أي إشارة من إشارات الخطر. ما تستنيش وما تقارنيش، زودي لعب وتفاعل وامنعي الشاشات واعملي تقييم تخاطب وسمع. كل تدخل بدري نتائجه بتبقى أفضل. من 2 ل3 سنين في إشارات خطر نسبية، وهي إنه يكون كلامه مش مفهوم، إنه هو يكون بيقول كلمات مش جمل، مش بيعرف يحكي ولا يسأل، ومش بيعرف يتواصل مع الأطفال. التدخل في السن ده فارق جدا. بعد ال3 سنين نقلق وبشدة لو الغرب مش فاهمين كلامه، لو في أخطاء نطق كتير جدا، لو مش بيعرف يحكي قصة بسيطة، لو مش بيستخدم اللغة عشان يتواصل مع الآخرين. هنا التخاطب ضرورة مش اختيار. لو شايفة أي علامة من اللي اتكلمنا عنها اكتبي عمر طفلك وإيه اللي ملاحظاه، وما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك.